حسن، تعليقا على الكلام اللي اتقال من محمد الغزاوي محمد ابو وهاب والحاجه هدى، طبعا الحاجه هدى مجلس اداره قديم والده الدرندلي، وفي نفس الوقت الكلام اللي انت قلته هم بيكرروه معناه ان انتوا قريتوا فاتحه مع بعض، اللي خرج على الصف يبقى خرج على الصف، ولا انت شايف ايه؟ ده انا زي ما بقول دي مشكلته هو. انا بس عايز اقول اللي ممكن بره المجلس يفيد اكثر من داخل المجلس. نعم. كويس. وعندنا امثله كثيره للكلام دوت. يعني في ناس اشتغلت فعلي داخل النادي زي المهندس هشام سعيد، كان رئيس اللجنه الهندسيه وهو خارج المجلس. نعم. وبعد كده دخل المجلس. الدكتور محمد شاوي كان رئيس اللجنه الطبيه قبل ما يخش المجلس. استاذ ابراهيم معلم كان رئيس لجنه المئويه وعمل احتفاليه صعب تكرارها مرة أخرى وهو خارج المجلس. نعم. ففي ناس اللي يقدر بيفيد أعتقد من خارج المجلس يفيد أكثر للنادي ومن داخل المجلس في منتهى السهولة والبساطة، يعني إذا كان بيحب النادي فعلا. طيب بسرعة يا كابتن حسن، أنت مواعيد الانتخابات عندك يا كابتن حسن هل مناسبة؟ هل شايف ان هيبقى فيه عدد اقبال كتير جدا على بالنسبه للانتخابات؟ الانتخابات طبعا التوقيت بتاعتها في الصيف مش مناسب، لكن اللائحه بتقول كده. اللائحه بتقول من 30/6 30/9 3 اشهر. دخلنا في رمضان فقلنا ما نقدرش نعمل انتخاباتنا بعد رمضان عشان في اعياد، فجه التوقيت ان احنا لازم نعمل الانتخابات في عز الصيف. لكن اتمنى ان اعضاء النادي لازم تيجي، اصلا انت لما تتعب يوم واحد كل 4 سنين عشان تختار الناس اللي تصلح تدير النادي الاهلي، اعتقد ده اقل حاجه اذا كنت انت فعلا عضو النادي وبتحب النادي وخايف على النادي وخايف على انجازات النادي. نعم. فلازم الاعضاء تتعب. يعني لازم مش مناسب يا كابتن حسن. لا مش مناسب. طيب اصل خلي بالك بقى انت دلوقتي بتقول مش مناسب. ماشي عشان صيف. كويس. ورمضان. مظبوط. كويس. يعني باستثناء رمضان، يعني مش متغير رمضان، لكن الصيف هيقعد طول عمره مش مناسب برضه عشان صيف. اكيد. كابتن حسن اخر حاجه عندنا، انا عارف ان انا طولت عليك قوي، هتقولي لي الجمعيه العموميه. اتمنى ان الجمعيه العموميه تبقى من اكبر الجمعيات العموميه يوم 31 عشان خاطر مصلحه النادي الاهلي. ويوم واحد لما تتعب كل 4 سنين انت وعيلتك عشان النادي الاهلي يمشي صح، اعتقد ان ده اقل حاجه كعضو تدير النادي الاهلي. اتمنى تختار الاصلح للنادي الاهلي. اذا كنا احنا مجموعه مع بعضينا متجانسه بنفكر ان احنا نخش، اتمنى ان انت بتأيد الفكر بتاعنا. كابتن حسن بنشكرك على قبول دعوتنا، وطبعا احنا بنقول كبرنامج احنا ما نقدرش نأثر على الجمعيه العموميه، لكن احنا بنوضح الصوره امام حضراتكم، وعليكم انك تختاروا الرئيس والقائمه بتاعته. ونتمنى للنادي الاهلي زي ما قلنا قبل كده ان القائمه الواحده بتسهل على المجلس انه يدير بالراحه وبهدوء، بالتالي بينجز. وشفنا لاختيار الكابتن حسن بالقائمه بتاعته في ال4 سنين الماضيه حققوا انجازات ما بعدها انجازات، يعني احنا بنشيله بحمل اكتر كمان. فكابتن حسن بنشكرك على تواجدك معانا ومزيد من النجاح ان شاء الله. شكرا.